ان الرز المعمر هو اكلة الكرم. الفلاحين زمان كانوا يعملوه من خير الغيط واللبن البلدي والقشطة الطازة، يتحط في طاجن فخار ويتخبز في الفرن لحد ما يطلع بالوش الدهبي اللي يفتح النفس. ولو في عزومة او فرح يزودوا جواه فرخة او حمام علشان يشبع الكل. وعلى طول السنين فضل الرز المعمر محتفظ بسره، لانه مش مجرد اكلة، ده بيقول اهلا وسهلا، بيتنا منور بيكم وخيرنا ليكم. الرز المعمر ليه طريقتين مشهورين، الاولى بالطريقة الأصلية لبن وقشطة وزبدة بس، وده بيخليه غني وتقيل، والتانية بزيادة معلقة زبادي مع اللبن، وده بيخليه كريمي أكتر وليه حموضة خفيفة. أنا جربت الطريقتين وبصراحة حبيت الطريقة الأصلية أكتر من الزبادي، حسيت طعمها متوازن ومسكر شوية عن نسخة الزبادي. وانتوا بقى قولولي تفتكروا أنهي نوع أفضل؟ كده احنا خلصنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. السلام عليكم.